أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن. مرحبا. أتساءل إذا ما هذا الشاب البلطجي يتقبل على سبيل المثال نصراني أم يهودي يقوم بنفس الفعل ما قام به. أتساءل ما إذا هذا الشاب سوف يرضى على سبيل المثال هناك نصراني يقوم بالتجوال في أزقة أو في شوارع بلده الأصل ويقوم برفع مكبر الصوت ويقوم بتلاوة الإنجيل على المسلمين. بطبيعة الحال هذا البلطجي عديم التربية والأخلاق سوف ينزعج وسوف يبدأ في الصراخ، وربما سيضرب ذلك النصراني ضربا مبرحا، ربما ينزع من يده المكبر الصوت ويكسره على رأسه أو يستدعي الشرطة. هذا البلطجي يعتقد على أن عند تلاوته القرآن على الناس يعتقد على أن هؤلاء الناس عند سماعهم للقرآن سوف يفهمون القرآن، سوف يخشعون ويتأثرون ويبدأون في البكاء ويتركون الطعام والشراب ويدخلون الإسلام أفواجا أفواجا. هذا الشاب كان عليه أن يختار مكان وهو يدرك على أنه يعيش في بلد الحريات، ولا أحد سوف يمنعه على ذلك. وفي الحقيقة هذا البلطجي ما يقوم به يظن على أنه يخدم الإسلام، وهو في الحقيقة بالعكس، هو يهدم ويكسر ويشوه صورة الإسلام والمسلمين.